وخذها قاعدة الآن في هذا العمر، إذا تتعب ترى بعدين تلعب. الآن تبي توسع صدرك تلعب ترى بعدين تتعب. وابن القيم يقول: من آثر الراحة، يعني من فضل الراحة فاتته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. والبحث عن عمل مريح هو أول ثقب في سفينة طموحك. أنت توك بادي، يعني لا وراك عيال ولا أحد يطلع من المدارس ولا وراك مسؤوليات وجسمك ولا صحتك ولا عمرك ولا خبرتك. تبي تدور لك مكان تندس فيه ووظيفته ما حد يدري عنك، وتجلس كذا ولا تقابل أحد وبس وينزل عليك هالقاطور. إذا وجدت مثل هذا، ما أقول وظيفة، مثل هذا المستنقع، يجب أن تقفز. لأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ها أنا يا رب أحاول، فبارك المسعى بالقبول، واختم لي بالوصول، واجعلني من الشاكرين يا رب، ثم ألهمني بنعمتك لكي أحدث. يا أهلا وسهلا. بما أن الأغلب يمرون بفترة اختبارات، وأنا أعرف أن المذاكرة مو شيء سهل عليكم، بس كل ما فكرت أنها شيء متعب ومجبورين عليها، فالتفكير بحد ذاته راح يتعبكم وما راح يحقق لكم الشيء اللي أنتم تبونه، بالعكس راح يصير يعني وضعكم أسوأ. فالمهم أنكم تفكرون فيها على أنها خطوة تساعدكم للوصول للهدف اللي أنتم تبونه. وأكيد الكل عنده أهداف وطموحات وده وحاب يوصل لها ويحققها، وهالشيء ما راح يصير أكيد إذا أنتم قاعدوا تفكرون بهالشكل السلبي، أنه تعب، ملل، طفشت، مرة ما يصلح. فدائما خليكم متذكرين أن فترة المذاكرة والاختبارات هي مجرد وقت بسيط فقط في السنة، راح يعدي وراح تعدي معاه كل شيء، ولكن استغلوه بالشكل الصحيح، فلا تضيعونه من إيدينكم، واحتسبوا مجهودكم وتعبكم عند الله. اعرف انه لو تحط خطة، اسمعني، عشان تعدي مادة معينة او ترفع معدلك مثلا في سمستر معين، من ضمن الخطة يا صديقي الجميل انك حتى نومك تعدله. وهذا الشيء حصل لي انا. طبعا انا ما كنت قاري فن الحرب، بس قاعد اراجع امثلة كذا من ارض الواقع مريت فيها، واكتشفت اني واجهت مشكلة. لما كنت في الجامعة، المحاضرات اللي كنت احضرها من بعد الساعة 12 كانت عبارة عن كسل وخمول وتثاؤب. يا ساتر يا صديقي الجميل، كنت اكرهها. وكان هذا الفصل الثاني من التخصص، وقلت ناصر خلاص اوكي لازم تضع حل، يعني حرفيا يعني قلت اوكي انت تحس بالخمول معناته انت ما نمت زين امس. وفعلا كنت اسهر، كنت انام الساعه 12، كنت انام الساعه 11، احيانا انام الساعه 1 واصحى الساعه 5:30 الصباح او 6. فالطبيعي ما اخذت كفايتي في النوم في الليل، راح اكون نشط اول النهار ومن بعد الظهر حالتي يرثى لها. فمن الحلول اللي خلتني انتصر في هذه الحرب مع النوم يا صديقي الجميل هي اني صرت انام الساعه 8 الى 9 يا صديقي الجميل في الليل. من بعد صلاه العشاء هوب ادخل فراشي وانام مضبوط، واصحى الصباح ماخذ كفايتي من النوم، احضر محاضرات. كل ما تحس ان انت تعبت قول لنفسك لا لسه، كل ما تحس ان انت يأست قول لنفسك لا لسه كتير، انا لسه ببتدي، مش هعطل دلوقتي. انت اخترت طريق، كمل للاخر، مفيش مبررات ومفيش اعذار. الحاجة الوحيدة اللي هتوقفك هي الموت، ما تقبلش بحاجة اقل من كده ان هي توقفك. رحمتك يا رب وسعت كل شيء وانا شيء، فاشملني بهذه الرحمة، اشملني بعفوك يا رب. رحمتك وسعت كل شيء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. الحي القيوم ذو الرحمة الواسعة، أن تسأل أن يصلح لك شأنك كله في هذه الدنيا وفي الآخرة، يصلح لك شأنك كامل. هذه الدنيا اللي تسعى